كانت كبيرة أو صغيرة، هي بالعادة تيجي أحجامها وسط، ما تيجي كبار. قريب منها يجي كبير بالشكل هذا بالمواصفات، وصف واحد بس، فيها وصف واحد اللي هو يا شفته فيها اخذها بدون سكين عندك تلقاها سكر عسل. هذا شوفونه، هذا الجحة، هذا العرق، هذا المكان، مو من العرق، من اخر الجحة. زين، خشم الجحة، شوفوا السواد هذا ما جاء بالشكل هذا. زين، هذا مكان الوردة التزهير، ما جاء بالمكان هذا بالشكل هذا. هذا لفح الشمس والهواء الحار شوي خلى بها الشيء، فتجي من اطيب الجح، من اطيب الجح وتجي عسل مستويه وشاده حيل، ما تجي مدببه. الذي من طريق سفر مثلا مضغوطه ابى اقصها لكم الحين وتشوفونها، والله يبارك لنا ولكم. بسم الله. في بالتعليقات ناس تتكلم اني طويل بال بالقص، واني ما اعرف اقص، واني ما بياع حبحب ولا كذا ولا هذا. انا احب اشتغل بمزاجي، واحب اني اعرض بضاعتي بركاده واقصها. هذه قصه العرض تبي طولة بال، ما هي قصه زبون بسرعه تقصها تعطيها للزبون، لا، قصه عرض يعني تحطها ديكور، وبالاخير نعطيها في سبيل الله الراعي النصيب اللي يجي ياخذها. ما نبي والله منها شيء ولا نبي مقابل. وهي من اطيب الجح نقصها، من اطيب الجح نحط عرض، ونقول ترى نوعيه الجح اللي عندنا كله مو نفس هذا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوه الا بالله، ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه اللي يلقى الجحه هذه بالوصف هذا تشوفونه يكون خشمها اسود، ترى هذا شكلها يجي عسل. والله عني ردوها، اقول ابو يوسف ما صدق بالنسبه للجحه اللي يجي فيها وصف هذا. حياكم الله يا هلا ويا مرحبا.